بنتي مسبحه. كفايه يا ونيس، كفايه من فضلك، ما ينفعش الولاد يشوفوا المناظر دي. بالعكس يا لميس، لازم يشوفوها علشان يعرفوا اسلوب عدوهم لو في يوم من الايام اعتدى على بلدهم. حرام، حرام اللي بيحصل ده. ذنبهم ايه الاطفال دول عشان يموتوا؟ واللي منهم بيعيش مشوه. الفلسطينيين من حقهم يقاوموا لان ارضهم محتله. طب ليه هم ما معهمش اسلحه كتير واسرائيل بتضربهم باسلحه كتيره وكبيره؟ انا بقى عايز اكلمكم في موضوع مهم جدا. قولوا لي ايه موقفكم لما تلاقوا قدامكم عدو اقوى منكم بكتير؟ نستخدم معاه القوه. بيقولك عدو اقوى منك بكتير، يعني ما نقدرش نحاربه. كده تبقي جبانه. شهامه، انت كده غلطت في هايدي. اتفضل بقى حط لي 50 قرش في الصندوق. كده مصروفي كله راح. احسن عشان قله ادبكم. عايزين نعمل شغل كمان. يلا ولاد فكروا معايا بقى، فكروا كويس. هل عدوك يتمنى ان يكون عندك تعليم يطلع عبقرة علماء؟ هل عدوك يتمنى ان يكون عندك ديمقراطية وحرية؟ هل يتمنى ان يكون عندك سينما تحفظ ذاكرة الأمة او مسرح يحترم عقل المشاهد؟ هل عدوك يتمنى ان يكون عندك موسيقى تسمو بالوجدان؟ هل عدوك يتمنى ان يكون عندك كتاب مستنير؟ هل عدوك يتمنى انك تتمسك بتراثك وبقيمك؟ هل عدوك يتمنى ان وطنك يتحد ويبقى قوة متماسكة؟ بالقطع لا. وكون عدوك يتمنى كل ده عادي، ده من حقه لانه عدوك. الكارثة والمشكلة ان احنا اللي بنقدم اكتر من اللي بيتمناه عدونا على طبق من فضة ونقدمه له. تعليم فاشل، ديمقراطية ناقصة، سينما تافهة، مسرح مسف، موسيقى وكليبات منحطة، سلوك مواطن غير متحضر، بنفرط في تراثنا وفي قيمنا، وطن مشتت رايته الفرقة والاختلاف. ياه، وازاي عايزين نتقدم؟ قول ازاي نخلي عدونا يحترمنا. يا ولاد، مش مشكلة ان عدوك يبقى اقوى منك، المهم ازاي تجبره انه يحترمك. كل واحد من جيلكوا هو سلاح نقدر نقهر بيه عدونا، بشرط كل واحد فيكم ياخد قرار بينه وبين نفسه ازاي يبقى عظيم.